قبل لا نبدي ولو أعرف إنه 90% منكم راح يطلعون من الفيديو قبل 30 ثانية من بدايته، بس أريد أوضح شيء. المفروض إذا فيديو يتألف من جزئين فلازم الجزئين ينزلن بنفس الأسبوع، ويفضل إذا يوم ورا يوم. بس اللي صار إنه المونتير مالتي اللي هو نفس صديقي تصوب، قال لي إنه الصبح جيرانهم دق عليهم الباب وقال له الباب مقفول من جوا، فأريدك تطفر مي السياج وتفتحه. فيقول صديقي بعد رجال كبير عمره بال80 سنة كسر خاطري، فقلت له تؤمر حجي. فصدق جبت الدرج وطفرت جوا البيت، بس لقيت كلب قام ينبح علي، فأنا تخردلت وطحت، بس نعمة ما صار لي شيء. بس المشكلة الحج دخل للبيت وقام ينبح وعض كلب، النوب حول عليه وهم عضني برجلي. فدخل علي أخوي قال لي ولك هاي ايش صاير بيدك، خلي اوديك للمستشفى. فيقول ما لقينا مستشفى قاعد، بس عيادة مال واحد باكستاني. فرحنا له، قال له أخوي بابا هذا أخوي عض جيراننا. فالباكستاني قال له تمام بابا، بس أنا ما أعرف أعالج حالة أخوك، بس أعرف أسوي عملية قيصرية. فيقول أخوي قال لي عد صدق تحكي، هو هذا هم منطق. فقال الأخوي أسوي لكم تخفيض 75%. فيقول صديقي بعد أخوي شاف تخفيض ضخم نفس هذا فقبل بالموضوع. على كل وكو شيء ثاني منعنا بصراحة. ذاك اليوم بالليل كنت أتمشى بالمنطقة وسمعت خبر ضوجني كلش، خطية أم جليل ماتت. فأنا ضجت عليها كلش وقمت أبكي عليها، بس بعدين تذكرت قلت هاي من أم جليل أول مرة أسمع بيها. على كل هذا سبب تأخير الجزء الثاني من الفيديو، لذلك أتمنى وضروري كلش ترجعون تشوفون الجزء الأول حتى تتذكرون الأحداث وتأخذون 100% من المتعة. يلا نبدي. ففعلا هاي كانت أول مرة بحياتي أعيد بصف، بس الوضع بعده تمام. فاللي صار أنه عمي قرر أغير المدرسة ووداني هم المدرسة أهلية ثانية بالمنطقة المقابلة لنا، وهم كانت قريبة بحيث بس أعبر شارعين عامات وأوصل إلها، وكانت مشهور عنها أنه هي تدريسها أفضل ونظامها أفضل من المدرسة السابقة. وهنا صار شغلتين جديدات، أنه أولاً هاي أول مرة أداوم بمدرسة بغير منطقة، وأول مرة أغير المدرسة خلال نفس المرحلة الدراسية اللي هي الإعدادية. بس خطوة رجلي الأولى بهاي المدرسة كانت انطلاقة الأصعب فترة بحياتي، واللي أدت إلى أنه تكون 2019 ثاني أسوأ سنة بحياتي. لأن اللي صار أنه نفس ما قلت لكم أنا كنت متعود على الغيابات وأبقى بالبيت أدرس على اليوتيوب، ومتعود 6 سنوات على نظام مدرسة السابقة اللي كلش أحبها وعشت بيها أحلى سنوات حياتي في وقتها. فمن دخلت للمدرسة الجديدة كان أكو نظام جديد، فأنا بعض أصدقائي يعرفوني ويدرون أنه ما أحب ألتزم بنظام معين، وإنما يا أبني نظام جديد يا أتحرك بالنظام الجديد عن طريق الثغرات. وهذا اللي صار. فاللي سويته أنه بديت أسوي شبكة علاقات بالصف، وطبعا أنا هاي دائما أسويها، فكرة شبكة العلاقات ما عدا فترة الكلية، وبوقتها راح نعرف ليش، بس مو بهذا الفيديو. المهم وقويت علاقتي ويا المراقب بحيث صرت من أغيب ما يسجل اسمي إلا مرة بالأسبوع. بس كان المعاكس مالي موجود، باتمان المدرسة، اللي يقول إذا شخص اتحايل على النظام بحيث استغل ثغراته، فأنا كمدرس ومشرف المدرسة بالكامل هم راح أخلي النظام يطغى على هذا الشخص ويعامله نفس ما هو يتعامل ويا النظام. ما حد يحترم الثاني، لا هو يحترم النظام ولا النظام يحترمه. هذا الشخص هو الأستاذ فلان، ما أريد أجيب اسمه، واللي قبل الإعلان عن الداخل الوزاري قال لي أنت مفصول. هاي كانت أصعب لحظة بحياتي. وهنا محمد اللي أصدقائه يشوفونه الشخص اللي يعتمد عليه. طبعا هاي المعلومة يعني ممكن إذا واحد من أهلي يسمعها يتعجب عليها، بس عموما تدرون الإنسان شخصيته يم أصدقائه شيء ويم أهله شيء. المهم واللي يشيل عنهم الحمل يعني عن أصدقائه ما عرف يشيل العفو على الكلمة هذا الحمل. والمشكلة كانت مركبة بحيث فكروا بالموضوع. هاي أول مرة ما أدخل وزاري وأول مرة أنفصل، والكارثة أنه الاتفاق ويا أهلي أنه عدة سنة حتى أجيب معدل بال90، واللي على فكرة بالسنة هاي صار طموحي 70. فهنا أنا تخلفت عن حتى المستوى مال السنة الأولى بالسادس. فرجعت للبيت، وكانت أصعب مرة أدخل بيها للبيت، لأن أدري عمي راح أرزلني وصيح علي. مع العلم عمي إنسان مثقف وواعي، وهو أصلا مهندس نفط وإنسان لطيف يعني، بس بنفس الوقت كل شيء يقدر الدراسة، ودرسني من الابتدائية لحد السادس يعني 13 سنة. فتخيلوا صعوبة الموقف. وهنا قلت له وتحملت الحكي وصعوبة الموقف عموما. وسبحان الله لحد الآن مع أنه كان عبالي اتخطيته بالكامل، بس استوعبت بعدني متأثر بيه. المهم عمي راح لهم
قدر أستاذ فلان يفهمه الموضوع، وعمي كإنسان متفهم عرف إنه أنا غلطان. هو بالأصح أنا ما غلطان، وإنما نظامي كان مختلف عن نظامهم، فما يعني ما توصلنا إلى نتيجة. فهنا مريت بأول عطلة صيفية ما أتونس بيها. أول عطلة صيفية أنا داخل لها وأنا مهزوم، وانتظر الجولة التالية الرام 2، مو ما منتظر الجولة الأولى من المرحلة الجديدة، لا مجرد منتظر الجولة الثانية من المرحلة اللي أنا بيها. بوقتها قررت إنه أروح مدرسة مسائية، وكان هذا القرار هو أفضل قرار اتخذته، لأن أول شيء تحسبا للأسوأ، بحيث خاف أرسب مرة ثالثة أو سنة ثالثة. ما حد راح يقول لي صرفنا عليك كذا مليون، خصوصا أهلي خسروا بسنتين السادس إذن 7 ملايين. طبعا هاي من غير اللي خسروه من الأول للخامس إعدادي، فما حبيت أخسرهم أكثر. مع العلم كلهم قالوا لي انتقل للمدرسة أهلية ثانية. وثاني شيء المدرسة المسائية ما بيها دوام، يعني تناسب طريقة دراستي اللي هي الدراسة على اليوتيوب، ومدرسين كلش أحبهم مثل حيدر وليد ومهند السوداني وغيرهم، الله يذكرهم بالخير. ففعلا دخلت للسنة الثالثة بالسادس بمدرسة جديدة، وهاي كانت أول مرة أداوم بمدرسة مسائية، وأول مرة أداوم بمدرسة أحتاج أروح لها تاكسي، لأن بوقتها ما كنت أعرف أركب كية، لأن كنت أشوف الكية مو مناسبة إلي. فعلى كل بوقتها ارتبطت لأول مرة. بس هاي القصة راح أحكي لكم عنها مو الفيديو الجاي، راح أكمل القصة وأحكي بي عن رحلتي بالكلية. بس بالفيديو الجاي راح أحكي بي عن تجربتي بالحب، يعني الفيديو ما بعد الجاي، بس بدون ذكر أسماء ولا تلميحات ولا أي شيء، النفس الأسباب اللي قلت لكم عليها، إنه حتى أحكي على راحتي. على كل نرجع لموضوعنا. ففعلا خطتي مشت عدل، وكانت هاي السنة هي ثاني أصعب سنة دراسية من بعد السنة اللي قبلها، وكانت عموما ثالث أسوأ سنة بحياتي من بعد 2015 ثم 2019، لأن احنا هسه ب 2020 يعني السنة الأولى للجائحة، وسنة مظاهرات أكتوبر، وهذن العاملين خدمني كلش، لأن سبحان الله رب العالمين اتفضل علي أنه خلاني أمتص الظرف الصعب وخليه الصالحي، بحيث يتحول من نقطة ضعف إلى نقطة قوة أصلا. وهاي السنة كسنة ثالثة هي كانت المعاكسة للسنة الأولى، نقدر نقول اللي هي السنة الأولى بالسادس، أيام ما كنت متفائل ونافخ صدري، نتيجة أنه كنت محمل بالنجاحات، مو محمل، المهم يعني كنت محمل بالنجاحات والتفوق الدراسي وحتى العقلي، لأن كنت وأرجو أنه ما زلت يعني أذكى شخص بكل غرفة أكون بيها. وبهاي السنة كنت أحس نفسي أنه أنا بحفرة اسمها السادس، وهي فعلا حفرة. اللي يرسب 3 سنوات بالسادس يكتشف أنه هي حفرة. هي عموما أي مرحلة بحياة الإنسان إذا بقى بيها أكثر من الوقت المفروض يبقى بيها راح تتحول إلى حفرة. المهم يعني كنت أحس أنه حياتي متوقفة لحد ما أعبر من السادس، وهنا أنا متعمد أقول أعبر وليس أنجح، لأن هنا صار النجاح مو مهم، والمعدل اللي كان 90 إنه ب70 صار مجرد 50. وهنا نتعلم درس إنه طبيعة الإنسان من يكون بظرف صعب إنه يحاول يطلع منه، بغض النظر عن شلون راح تصير حالته من بعد ما يطلع منه. يعني هل راح يطلع منتصر، لو راح يطلع متفلش ولامس خط النهاية بس زحفا وهو مدني. طبعا ما أقدر أقول كلمات شوية معينة لأن يعني اليوتيوب يعني قوانين اليوتيوب، فلذلك أنا شوية يعني مؤدب أكثر من اللازم. فاللي صار أنه فعلا بسنة 2020 خلال النصف الثاني دخلت وزاري، وامتحنت أول امتحان وخلصت آخر امتحان، وامتحنت بجامعة البصرة موقع القرمة كلية العلوم. وكانت كانت فترة الامتحانات مو فترة صعبة، لا بالعكس فترة حلوة، لأن المحارب اللي محضر درعه أو سيفه ما يخاف من المعركة يخاف منها الما واثق من سيفه ودرعه. وخلال الربع الأخير من السنة دخلت على أحد المواقع وشفت اسمي محمد علي ناجح، واللي راح أصير من هاي النقطة لمدة 4 سنوات ما ينتمي العالم السادس، لا بل ينتمي إلى عالم الجامعة. يعني الأحداث من هاي النقطة وإحنا رايحين راح تكون تنتمي إلى عالم الجامعة أو تجربته بالجامعة. لذلك الفيديو الجاي راح نحكي عن رحلتي بالجامعة، واللي ما تقل إثارة عن رحلتي بالسادس، خصوصا اثنيناتهن وحدة طولت 3 سنوات والثانية 4 سنوات، وكل واحدة من التجربتين لها صعوباتها المختلفة تماما عن المرحلة الأخرى. لذلك انتظروني بالفيديو.